فد يوم من الأيام أخوها كريم اتصل بيها وانطاها مرض خالها، فبدت تسلم عليها شلونك شخبارك. بعدين قالت لها يا ول حمامة، تتذكرين أختي لميعة اللي كنت أسولف لك عنها؟ حمدية بالبداية صفنت، قالت لها يمه يا لميعة. بعدين رجعت تذكرت، قالت لها اي اتذكرها، صدق شلونها شخبارها، وين صفت بيها الدنيا؟ خو ما صار بيها شي. قالت لها لا على كيفك لا تفاولي لها، ما بيها شي، بس طلبت رقمك وانطيته إلها. حمدية ردت عليها قالت لها هاي ايش ذكرها بيه ومنين تعرفني؟ ردت عليها مرت خالها قالت لها بس على كيفك يا رعنة، خل اكمل. قالت لها اي يمه كملي. قالت لها كل ما نتصل انا وياها اجيب سيرتك، فهي من خلال السوالف حبتك وقالت اريد رقمها حتى من اروح ازور علي الهادي اروح ازورنها، فهي تريد تشوفك المسكينة مثلي، لا عتها قرايب ولا عتها نسايب. حمدية ردت عليها قالت لها اي خلي تجي كل الهلا بيها. بعد ما خلصت مكالمتها ويا مرت خالها سدت التليفون ماكو دقايق ورجع اتصل عليها رقم. حمدية بدون ما تنتبه للرقم رأسا رفعت التليفون، أهلا تفضلوا. ردت عليها قالت لها زاد فضلك يما أنت حمامة؟ قالت لها إي أنا حمامة تفضلي. قالت لها أنا خالتك لميعة أم كرار. ردت عليها حمدية بأقوى ترحيب قالت لها أهلا وسهلا خالة، مية هلا بيك، هستونا كنا بطاريك أنا وأمي، وقالت خالتك راح تتصل بيك. المهم حمدية هلت ورحبت بالمرة الخاطر عيون مرت خالها، وبنفس الوقت ما كان اكو سابق معرفة بيناتهن، لذلك المكالمة مختصرة كانت. وبعدها تكررت الاتصالات بيناتهن، كل يومين ثلاثة يتواصلن وتسألها عن أوضاع تكريت وترجع تسولف لها على ابنها كرار وعلى مرت ابنها وعلى بناته، وحمدية كذلك تسولف عن أوضاعها وتسولف عن أوضاع عائلتها. ومن خلال الاتصالات عرفت حمدية أنه كرار يشتغل باستخبارات وزارة الداخلية، يعني أموره ماشية. المهم بعد تقريبا شهر من الاتصالات خبرت حمدية أنه راح يجون هي وابنها كرار وعائلته حتى يشوفونها. بعصر يوم الخميس وصلوا التكريت، وحمدية تفاجئت أنه ما انطوها خبر من وقت، لحد ما بقالهم تقريبا نص ساعة يلا يوصلونها. يلا خابروها وقالوا لها احنا جايينك. دزت ابنها علاوة حتى يستقبلهم على الشارع العام، وهي بدأت تحضر لاستقبالهم. قبل لا يجون حمدية كانت تتوقع انه خالتها من تسولف لها على كرار تبالغ بالموضوع، بس من اجوا وشافت سيارتها العالية واخر موديل اللي ما كانت اصلا تعرف اسمها. المهم استقبلتهم حمدية ومحاضن ومباوس كأنما تعرفهم من 100 سنة. بعد الاستقبال والترحيب حمدية انتبهت انه كرار عنده 4 بنات وجميلات بشكل، وعنده ولد واحد ما يتجاوز عمره ال4 سنوات. حمدية من شافت عائلة خالتها ولأول مرة تشوفها حبت هاي العائلة بشكل. كانت الدنيا صيف، فبعد العشاء بقوا يتعللون بالحوش لساعة متأخرة من الليل، ويوم الثاني الصبح أخذوهم ونزلوا بهم للشط مقابل القصور الرئاسية. اندمج كرار ويا الولد رغم فارق العمر اللي بيناتهم، راحوا يسبحون وتركوا النسوان قاعدات على حافة النهر. وحكم وقت الظهر وحمدية ودت علاو وميمي يرحون يجيبون أكل سفري من المطاعم. بعد ما راحوا حمدية استغلت الفرصة وبدت تسولف لهم عن جيتها التكريت وشلون كانت تشتغل بالقصور الرئاسية. كانت تحكي ومخلية عينها على بيت كرار الكبيرة، كانت تشوفها حلوة ومرتبة ونادرة، وكانت تتمنى ينطونها العلاوي، بس استحت تقول لهم لأن هاي أول زيارة إلهم. بقوا بيت خالتها لميعة لحد يوم السبت العصر، ودعوهم ورجعوا لبغداد. حمدية بقت ببالها البنية وبقت مترددة انه تفتح الموضوع ويا خالتها لميعة وتقلها اريدها العلاوي، خافت لا ما ينطونها وتصير قطيعة بيناتهم، هم هاي اول زيارة الهم، فقالت خلي ألمح لها واشوف ردة فعلها. وقبل لا تفتح الموضوع ويا خالتها لميعة اجت لابنها علاوي سألتها عن البنات، قالت له شفتهن؟ قالها اي. قالت له ايش رايك اخذ وحدة من يمهن الك؟ علاوي كان ينتظر هاي الكلمة من أمه بفارغ الصبر، فمن قالت له رأسا قالها والله يمه بكيفك، بس خاف ما يتقبلون الأمر. حمدية ردت عليه قالت له يا وليش شنو ما يتقبلون الأمر؟ شنو أنت ناقصك إيد رجل؟ أشو أنت أحلى من القمر، قرت وبعين أمه غزال. المهم حمدية لزمت تليفونها وبحجة تتصل بيهم حتى تطمئن أنهم وصلوا لبغداد لو بعدهم، وبدأوا يسولفون شوية شوية إلى أن دخلت بالموضوع مباشرة وبدون أي تلميح. طلبت إيد البنية العلاوي، ولميعة ريحت حمدية بردها، قالت لها
جيبي علاوي وتعالي علينا لبغداد واطل بايدي البنيه رسمي. بالاسبوع الثاني حمديه اجرت تاكسي واخذت علاوي وانطلقت لبغداد، ما اخذت سياره علاوي لان علاوي ما عنده اجازه سوق، وبنفس الوقت ما يندل بشوارع بغداد. واتفقت ويا سائق التاكسي ياخذهم ويرجعهم بنفس اليوم. وقبل لا يوصلون الجسر المثنى اتصلت بخالتها لميعة وطلبت من عندها انه تخلي كرار ينتظرهم بمدخل الشعب. وبعد الازدحامات والسيطرات والتأخير لأكثر من ساعتين قدروا يدخلون ويوصلون إلى سيطرة الشعب، ولقوا كرار ينتظرهم بيها. بعد ما وصلوا البيت كرار، السائق قال لهم انا راح اخذ السيارة، عندي تصليحات بيها وان شاء الله بعد الغداء اجي اخذكم. بعد ما دخلوا ورحبوا بيهم قعدوا بالاستقبال. علاوي وكرار بقوا قاعدين بمكانهم، ولميعة سحبت مرت كرار وحمدية واخذتهن للمطبخ، وبحجة يحضرن الغداء بدن يسولفن بيناتهن. ولميعة ما طولت السالفة نهائيا، رأسا بدت بالموضوع وقالت لهن اكو مثل كلش عاجبني يقول اللي بقلب الضيف يقرأ المعزب، واهلنا يقولون اخطب لبنتك قبل ان تخطب لابنك، واحنا اهل ان شاء الله وما بيناتنا هاي الشكليات، وانتي مثل بنتي وما نريد سوالف كذوبيات ولا خوال ولا عمام، ومرقتنا على زياقنا. بس انت ما قلتي لي انتم حاطين عينكم على يا وحده من البنات لان بالتليفون ما حددتي لي. حمديه فرحت من سمعه كلام خالتها وقالت لها والله يا خاله انت اختصرت الطريق علي كله، وانا كنت محتاره لان ما اعرف شحكي وشقول بهيج مواقف. اما بالنسبه للبنات فهن ما شاء الله كلهن حلوات ومرتبات، وانا تاهت علي حتى اساميهن ما حفظتها. فخلي يجن قدامي. وضحكت ردت عليها قالت لها ما يكون خاطرك الا طيب. تحولن للهول وجابن البنات وقفنهن قبال حمديه. حمديه اشرت على وحده من عندهن، صاحت عليها بيبيتها قالت لها تعاي حنين سلمي على خالتك. اجت حنين وقفت قبال حمديه، حمديه شقتها وبدت تبوس بيها، وبيبيتهن طلبت من البقيه يروحن يكملن شغلهن. قعدت حنين بصف حمديه وكانت حيل مستحيه كانما حاسه انه هاي المره جايه تخطبها. فامها باوعت عليها قالت لها يمه لا تستحين من خالتك ام علي، هي جايه تخطبك وانت صرت مره ولازم ناخذ رايك، وهذا زواج ترى مو لعبه، راح تعوفينا وتروحين تعيشين يم خالتك بتكريت، وتصير خالتك حمامه هي امك وهي ابوك. وبالنسبة لعلي انت شفتيه يعني ما يحتاج مرة ثانية نجيبه وتشوفينه، فالقرار بقى يمك، انت موافقة لو عندك رفض لا تستحين، ما راح نزعل اذا رفضتي. بس اقول لك شغلة واحدة، البنية اول وتالي طريقها الزواج وتفارق اهلها، والسالفة بقت يمك. بقت البنية ساكتة ومنزلة راسها بالقاع وما نطقت اي كلمة. وحتى تخلصها امها من الحرج اخذتها بوحدة من الغرف اللي بالطابق الثاني 5 دقائق وسمعن الهلهولة، وافتهموا انه البنية وافقت على زواجها من علاوي، وصارت القسمة وعلاوي تزوج من حنين، وصار عرسهم ببغداد مثل ما طلبوا ابو حنين وام حنين. وانا لهنا واكمل بالمقطع الجاي، وتحملوني لان جاي اتاخر عليكم.